السلام عليكم، أنا رحمة ناجي رجعت لكم فيديو جديد وإن شاء الله يعجبكم وتكون الوصفة سهلة وسريعة عليكم. هنا كان عندي حوالي ربع من الجمبري، خليته الأول وقطعته قطع صغيرة وعليهم 5 فصوص ثوم وعليهم بصلاية كبيرة مبشورة وطماطماية كبيرة مبشورة ومعلقتين كبار دقيق وزيتون مخلي وسمنة، وهحتاج برضو نص كيلو مكرونة لام مسلوقة، وهحتاج كيلو حليب. الأول نزلت بالسمنة لغاية ما ساحت وبعدين حطيت عليها الجمبري. أول ما تحطوا الجمبري هتلاقيه غير لون معاكوا كده، أول ما يغير لون هنزل عليه بالفصوص الثوم وأقلبه تقلبتين كده لغاية ما يصفر معايا شوية. وأول ما الطومية تصفر معايا هنزل على طول بالبصل بالمية بتاعته، مش هصفي البصل ولا حاجة، هنزل بالبصل على طول هشوحه تشويحة كده لغاية برضو ما يصفر معايا ويديني اللون ده. هنزل عليهم برشة ملح ورشة كبيرة كده من البابريكا وفلفل اسود، هحتاج منه زي معلقة صغيرة فلفل اسود، وهحتاج توم باودر حوالي برضو معلقة صغيرة، معلقة صغيرة بصل باودر، وهحط عليهم كمان كمون. الكمون دوت انا عايزة على قد ما تقدروا تحطوا معلقة كبيرة مليانة كمون لان الجمبري بيحب الكمون جدا. وقلبته تقلبتين واول ما يوصل معايا بالشكل ده هنزل على طول بالطماطم اللي انا بشرتها من غير قش، هقلبها برضو تقلبتين. بعد كده هرش عليها رشة حبهان ورشة من جوز الطيب وورقتين لورا، وهقلبهم تقلبتين كده لغاية ما يتجانسوا معايا التوابل شوية. وبعد كده هنزل عليهم بمعلقتين الدقيق، معلقتين كبار دقيق. اول ما تنزلوا بكمية الدقيق هتلاقوا الخليط كتل معاكم بالشكل ده، هنقلبوه شوية لغاية ما الدقيق معايا احس ان هو استوى كده. وبعد كده هنزل بكمية الحليب اللي عندي، وفي المرحلة دي تحاولوا تقلبوا بسرعة عشان الدقيق ما يكتلش معايا. انا هنا ضربت بالمضرب اليدوي لغاية ما الدقيق يتفكك معايا خالص. بعد كده هنزل عليهم بمرقة واقلبه برضو لغاية ما الخليط معايا يتقل ويديني قوام البشاميل اللي انا محتاجاه. وهنا كنت بشيل الورق اللورا، خلاص احنا خدنا النكهة بتاعته مش محتاجينه في حاجة خلاص. واول ما يتقل معايا ويبقى بالشكل ده خليط هنزل على طول بالمكرونة اللي احنا سلقناها. ده حوالي نص كيلو مكرونة على الصينية. وبعد كده اول ما توصل معايا بالشكل دوت انا قلبتها تقلبتين وبقى على طول حطيتها في الصينية البايركس. حطيت كمية مكرونة الاول، بعد كده نزلت بكمية الزيتون المخلي، وبعد كده حطيت كمية المكرونة التانية، وبعد كده حطيت عليها من فوق الوش جبنة شيدر مبشورة. ممكن تحطوا جبنة موتزاريلا او تحطوا جبنة رومي زي ما انتوا عايزين. حطيناها تحت الشواية لغاية ما قلت معايا الوش الجميل اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي. ويا رب الوصفة تكون عجبتكم واشوفكم المرة الجاية على خير وبألف هنا.